ألف 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 مليون مبروك لكل ولادنا اللي في الثانوية العامة اللي نجحوا. وحتى لو لا قدر الله حد جاب ملحق أو حد ملوش نصيب السنة دي، عادي يا جماعة، مش نهاية الكون. وإن شاء الله يا رب كده السنة الجاية إن شاء الله يبقى ليكوا حظ مع الناجحين بإذن الله. وألف ألف مبروك لكل الناجحين، وربنا يوفقكم في حياتكم الجاية. داخلين على مرحلة جديدة، داخلين على مرحلة الجامعة وعلى حياة الجامعة، حياة تانية خالص غير اللي انتوا كنتوا عايشينها طول السنين اللي فاتت دي. حياة مختلفة، والشاطر والناصح اللي يقدر يكمل في نفس المسيرة بتاعة النجاح والتفوق لحد ما يتخرج من الجامعة إن شاء الله، وكده يبقى أتم رسالته التعليمية على خير. ألف ألف مليون مبروك لكل عيالي وأبنائي وبناتي الناجحين في الثانوية العامة، وربنا يا رب يفرحكم ويفرح أهاليكم أكتر وأكتر. واللي ملوش نصيب السنة دي زي بعضه، مش نهاية العالم، ما يجراش حاجة، ما تزعلوش، ويعني ما تعملوش في نفسكم حاجة، لأن احنا بنسمع حاجات غريبة قوي يوم النتيجة بتاعت الثانوية ده. مش نهاية العالم ومش نهاية المطاف. ياما ناس كتير قوي ما كانش ليهم حظ ان هم ينجحوا من اول سنة وتاني سنة بينجحوا وبيتفوقوا، بيجيبوا معدل كويس جدا، وبيخشوا كليات قمة، وبيبقوا حاجة حلوة في الحياة. فما تيأسوش وما تزعلوش وما تحبطوش، وربنا يوفقكم جميعا يا رب، وعقبال عيالنا بناتنا وولادنا بتوع الثانوية الأزهرية. طبعا لسه نتيجة الثانوية الأزهرية احنا في انتظارها، لسه ما ظهرتش ومفيش أخبار عنها خالص، لأن هتلاقي بقى طبعا طالما نتيجة الثانوية العامة ظهرت هتلاقي بقى في إشاعات كتير علشان الريتش بقى وكده، يعني في إشاعات كتير الثانوية الأزهرية تظهر الأوائل مش عارف ايه. لا، هي لسه مفيش أي أخبار عنها خالص. ده لأن الثانوية العامة رغم ان هم مخلصين مع بعض تقريبا، فرق بينهم يوم أو حاجة، يعني الثانوية العامة والثانوية الأزهرية مخلصين في نفس الاسبوع، يعني حد مثلا مخلص الاربع وحد مخلص الخميس قبليهم بيوم يعني. الا ان لسه الثانويه الازهريه ما ظهرتش، علشان الثانويه العامه السنه دي قالوا ان التصحيح الكتروني، مش عارفه السنه دي بس ولا دي لهم كذا سنه بيعملوا موضوع التصحيح الالكتروني دوت. لكن عندنا في الازهر مفيش تصحيح الكتروني، بيبقى تصحيح يدوي، علشان طبعا انتوا عارفين ان في الازهر مفيش نظام يعني البابل شيت، مش يعني نسبة الأسئلة الأكتر بتبقى مقالية، اللي هو الأسئلة العادية اللي احنا كنا متعودين عليها زمان أيامنا يعني، ونسبة بسيطة جدا اللي هي الاختيارات وصح وغلط والحاجات دي ما بتبقاش كتير، والتظليل والحاجات دي مش كتير، فلازم التصحيح يبقى مانوال يدوي. لكن في الثانوية العامة هو كله بابل شيت وكله تظليل وكله اختيارات وصح وغلط وكده، فالتصحيح بيكون بالكمبيوتر الكتروني يعني. لذلك هتلاقوا ان النتيجه بتاعت الثانويه ما كملتش 10 ايام، العيال لسه مخلصين اديلهم 10 12 يوم ونتيجتهم ظهرت ما شاء الله. والف الف مبروك. امبارح كان عندنا في المنطقه بتاعتنا يعني مهرجانات، والله العظيم كان ما شاء الله كل الناس، معظم الناس يعني معظم الناس فرحانه بولادها، ومعظم الناس عيالهم نجحوا وجابوا مجاميع حلوه، وفي ناس كتير يا عيني مكلومين وربنا يعني مقدر لهمش ان هم يفرحوا السنه دي، وزعلانين جدا على اولادهم. طبعا انا يعني حاسه بيهم جدا وقلبي معاهم جدا، بس هنعمل ايه يعني، الحاجات دي بتبقى نصيب. وحتى لما يكون مثلا حد ما نجحش يقولك ما فيش نصيب، ملوش نصيب، هو فعلا في الاول وفي الاخر نصيب. وفي ناس طبعا زعلانه كتير جدا لان عيالهم اجتهدوا وذاكروا طول السنه وفي الاخر جايبين 50% و60%. فمش عارفه والله يعني، مش عارفه اقول ايه. بتبقى حاجه صعبه بصراحه، بتبقى احباط وبيبقى خذلان فظيع، مش من الطالب، لان الولد او البنت بيكونوا عملوا اللي عليهم ومذاكرين وتعبانين طول السنه ويعني ما قصروش ابدا، ومع ذلك هي دايما الثانويه ملهاش امان. لذلك اختي امبارح كانت بتقولي انا عامل ايه وهو مطمن. قلت لها مفيش حاجه اسمها مطمن ومش مطمن، الثانويه يا جماعه سواء عامه او ازهريه محدش يقدر يتوقع فيها حاجه يعني، لا ما وبالذات في الانظمه الجديده والنظام الامتحانات الجديد والحاجات دي، لا بيبقى العيل شاطر ومجاوب وكل حاجه وخايف وقلقان، ملهاش امان فعلا. هي سنه مصريه ملهاش امان خالص. يلا خير خير ان شاء الله. فالناس اللي بتسأل بقى لسه شوية يا جماعة،
مش عارفين بقى والله امتى، مش هكذب عليكم واقول لكم بكره بعده، انا نفسي معرفش، مش هفتي يعني اقول، اصل كان في اشاعات بتقول ان هي الخميس، بكره الخميس. بعد كده رجعنا لقينا الدنيا ساكته خالص، مفيش اي اخبار خالص عن الموضوع. فخلاص قلنا ممكن تبقى الاسبوع الجاي بقى، ممكن تبقى في اول الاسبوع الجاي او في اخره او في نص، الله اعلم، لسه مش عارفين. وهنشوف الدنيا كده فيها ايه، ويا مسهل الحال يا رب، ربنا يسهل الحال يا رب. انتوا كمان بقى اكتبوا لي في الكومنتات لو كان عندكم عيالكم في ثانويه عامه ونجحوا، اكتبوا لي كده في الكومنتات عشان نبارك لهم جميعا كده ونقول لهم الف مبروك، وربنا يوفقكم في الحياه اللي جايه، وفي يعني في الجامعه، وفي حياه الجامعه بتبقى طبعا حاجه مختلفه تماما 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 180 درجه. خلاص بقى العيل بقى بيطلع من تحت يعني من بيتك بقى، خلاص بيطلع وبيروح بقى العالم تاني، عالم اخر، عالم الجامعه، وعالم يا اكون يا لا اكون، مفيش وسط يعني في عالم الجامعه ده، مفيش وسط. يا اجتهد واشوف مصالحي واكمل على نفس النهج اللي انا كنت ماشي عليه، يا اما هنبهر بقى بحياه المدينه بالذات، يعني اللي هم بيبقوا طالعين من الارياف ومن القرى، هنبهر بقى بحياه المدينه وهضيع بقى، يعني كل تعب السنين اللي فاتت دي هيبقى هباء منصورة. واحنا ليه لا؟ نصيحتي لكل بنت وولد بيتفرجوا علينا دلوقتي او اهاليهم، كملوا على نفس النهج، وكملوا على نفس التفوق بتاعكم، وان شاء الله باذن الله بعد 4 5 6 سنين كده نشوفكم حاجه كده في المجتمع، حاجه مهمه في المجتمع، متخرجين كده معاكم ليسانس او بكالوريوس، سواء كليه عمليه او كليه نظريه. المجتمع محتاج لكله، محتاج لكل التخصصات، ومحتاج لكل الكليات، وحتى اللي مش في كليه خالص ومش معاه شهاده خالص برضو احنا محتاجين للعمال والصنايعيه والفنيين. اكيد يعني الساحه مفتوحه للجميع، مفتوحه لكل المجالات وكل التخصصات، بس كل واحد عنده هدف، وكل واحد بيبقى نفسه في حاجه معينه، بيشتغل على الحاجه على الحاجه دي، وبيشتغل على هدفه وطموحه لحد ما يحققه يعني. والله المستعان. الحمد لله الحمد لله، ربنا يا رب يوفقهم جميعا، واللي احنا منتظرين بقى، اللي احنا منتظرين بتوع الثانويه الازهريه ان شاء الله خير خير. بصوا يعني هتقولي لي حاسه بايه، متفائله مش متفائله؟ بصوا ما مش عارفه اخد مش عارفه اتنبأ، مش عارفه اخمن حاجه زي كده. والله العظيم الموضوع ده يا جماعه ما فيهوش تخمين خالص خالص. يعني لسه اختي بتقولي طب هو الجو كويس، طب هو حل كويس، طب هو قلت لها الحمد لله السنه دي عمل كويس وكل حاجه، بس ما تضمنيش، ما فيش حد يضمن خالص. بس طبعا متفائلين خير ان شاء الله خير. سنه صعبه قوي يا جماعه، والله بتبقى سنه سبحان الله مصيريه قوي، يعني البيت كله بيبقى في حاله قلق وتوتر طول السنه، مش ايام بس النتيجه، وبالذات بقى اليومين اللي هم بتوع قبل النتيجه دول. والله يعني مهما اكلمكم انا بس بكلمكم كده وعادي، بس والله العظيم الواحد خايف جدا وقلقان جدا فوق ما تتخيلوا. اكيد يعني اللي معاه عيال في ثانويه عارفه انا بقول ايه، وفاهمه كويس قوي انا قصدي ايه. الوضع مش سهل اقسم بالله خالص، بس احنا بنحاول نعيش كده ونتعايش وننسى ونتناسى، علشان ما حدش يقدر يستحمل هذا الاحساس والقلق. قلق صعب قوي. كان نفسي قوي يبقى فيه نظام ان لا يعني النتيجه تظهر يوم كذا يوم كذا، فالناس اللي هي تقلق عشان حتى بس نقلق في يوميها وخلاص، وقبلها بيوم وخلاص على كده. لكن حته بقى ان لسه مش عارفين انا بتهيألي الثانويه العامه ظهرت في، يعني ما قالوش ان هي هتظهر بكره، انا ما سمعتش خبر ان هم قالوا ان الثانويه هتظهر بكره. انا لقيت اتفاجئت، كنت مع اختي في مشوار، اتفاجئت لقيت الشوارع كلها الناس بتزغرط، والناس بتعمل اللي هي بتاع الصواريخ بتاع الافراح دي، الالعاب الناريه بتاعت الافراح دي. فقلت في ايه؟ قالوا لك ده نتيجه الثانويه بتظهر، نزلت متاخر، يعني النتيجه طلعت متاخر، اللي هو كان مثلا بعد المغرب. يعني احنا دايما متعودين ان النتيجه بتطلع بالنهار كده، الساعه بدايه من الساعه 10 الصبح كده لحد العصر. يعني انا فاكره السنه بتاعت ريم بنتي كانت النتيجه طالعه في التوقيت اللي هو بتاع الظهر كده، الظهريه كده، الساعه 1 الظهر 11 12 كده في التوقيت ده. لكن اول مره بصراحه اشوف نتيجه بتطلع بالليل، دي بعد المغرب دي ما شفتهاش. وزي ما بقول لكم كده احنا اتفاجئنا، ولا عشان انا مثلا ما عنديش حد في ثانويه عامه فما كنتش متابعه، بس لا يعني الواحد برضو بيقعد على الفيس وبيشوف الاخبار والدنيا. بس لا حقيقي اتفاجئت ان قالوا النهارده نتيجه الثانويه بتطلع الوقت.
فقلت سبحان الله يعني. متهيألي مفيش أي دولة في الدنيا بتعمل كده، لا هو بيبقى معروف إن هي هتطلع يوم كذا الساعة كذا. يعني حتى أنا ليا متابعات كتير من المغرب والجزائر والأردن ومن هنا ومن هنا، يقولك لا احنا بنبقى عارفين النتيجة هتطلع امتى والساعة كام ويوم ايه. فدي بتبقى حاجة حلوة أوي بصراحة، لكن احنا بيسيبونا على عمانة كده وبيفاجئونا، بنتفاجئ كده خلاص يلا يا ولاد النتيجة بتطلع الوقت، دخلوا بقى رقم الجلوس، دخلوا الرقم القومي، واستعدوا بقى للمفاجآت. يعني خير ان شاء الله، خير يا جماعة. ادعوا لنا بقى بالله عليكم، ادعوا لنا ان يكون يوم حلو كده على كل عيالنا اللي في الثانوية الأزهرية يا رب. وألف مبروك مرة تانية والمرة المليون لكل بناتنا وولادنا اللي في الثانوية العامة الناجحين، واللي مش ناجحين برضو والله العظيم يعني قلبي معاهم وقلبي مع أهاليهم وأمهاتهم. الله يكون في عونكم، الله يكون في عونكم، الله يكون في عونكم. ومش نهاية العالم ومش نهاية المطاف، وإن شاء الله حظ أوفر لو هو مثلا دور تاني في ملاحق بتاع، إن شاء الله ينجح ويخش كلية أو معهد ويتفوق فيه، وهيبقى حاجة إن شاء الله. ولو مفيش نصيب خالص السنة دي خلاص مفيش مشكلة، عادي عادي، هنزعل شوية وناخد وقتنا في الحزن. طبعا محدش يقدر يقول لحد عنده حالة زي كده ما تزعلش وما تحزنش، لا طبعا. يبقى احنا حيوانات ما بنفهمش ما بنحسش، لا طبعا اكيد كله في المواقف اللي زي دي بيبقى في حالة من الزعل، بس ما نطولش في الزعل وما نخليش الزعل ياخد آثار جانبية ويتطور لحاجات تانية ما حدش هيبقى حابب ان هي تحصل يعني. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفرك ربي وأتوب إليك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بندعي كتير والله، بندعي للعيال كتير عشان الموضوع مش سهل حقيقي فعلا والله. الموضوع مش سهل خالص خالص خالص، مش سنة سهلة كده، مش أيام عادية زي أي أيام، لا خالص. حتى يعني اللي بيبقوا في جامعة وفي سنة التخرج في آخر سنة في البكالوريوس أو في الليسانس أو كده، ما بيبقاش توتر وقلق وشدة أعصاب زي بتاعة الثانوية. ما تفهموش في إيه بجد، ليه طول عمر كده يعني. متهيألي الثانوية دي من وأنا طفلة صغيرة، قرايبنا بقى ومعارفنا ومش عارف إيه، كل اللي بيبقى في ثانوية بيبقى فيه قلق، في حالة غريبة في الموضوع. فاحنا من واحنا صغيرين خالص فاهمين ان لا، الثانوية دي حاجة يعني مقدسة. كل واحدة كده تكتب لي في الكومنتات كانت في الثانوية سنة كام وجابت كام في المية. ماشي، انا الثانوية بتاعتي يا ستي كانت سنة تقريبا كده 99 98 99 مش تقريبا، هو كده، لان انا كنت في اولى جامعة في سنة 2000. فالثانوية بتاعتي كانت 98 99 وجبت 75%. انا من ايام الثانويه اللي هي كانت على سنتين، تانية وتالتة، وكنت ادبي طبعا. وفي سنه تانية جبت 75 وفي سنه تالتة جبت 75. يعني ايه في تانية وتالتة؟ الناس اللي ما تعرفش يعني ايه الثانويه بتتقسم على سنتين. يعني تانية وتالتة يعني كان في مواد بناخدها في تانية وفي مواد بناخدها في تالتة. يعني مثلا كان في تانية كان عندنا طبعا انجليزي وعربي، دول اساسيين تانية وتالتة. كنا في تانية بقى واخدين فرنساوي، واخدين علم نفس واجتماع، جغرافيا، اقتصاد واحصاء، مش فاكره اقتصاد واحصاء كانت في تانية ولا في تالتة. في تالتة بقى خدنا التاريخ، وخدنا طبعا مع العربي والانجليزي، وخدنا جيولوجيا وعلوم بيئيه واقتصاد واحصاء على فكره، وفلسفه ومنطق. ماشي. فكانوا بيقسموا لنا المواد وبيقسموها لنا على سنتين. فمثلا يعني مثلا على سبيل المثال، لو واحده زحلتي كده كانت جايبه في سنه تانية 75 وفي تالتة 75، بيحطوا الاثنين على بعض ويقسموهم على 2 يبقى كده 75. انا ما زعلتش السنين من هي تانية زي تالتة نفس المجموع سبحان الله. ولو مثلا حد جايب في تانية 90% وجا في تالتة جاب 80، بتجمع 90 مع 80 بيطلع كام؟ بيطلع 170. تقسمي 170 على الاثنين بيطلع كام المجموع؟ يبقى 85%. فهمتوا ازاي؟ هي كنا احنا بقى في التوقيت بتاع قسم الثانوي. التحسين بقى لا، ما حضرتش انا موضوع التحسين ده كان الدفعات اللي قبلينا. كانوا ايه بقى اللي بيحصل؟ كان مثلا بيجيبوا في الثانويه اي مجموع ايا كان 80 90، فالطالب يقول لك لا ده مش هو ده طموحي ومش هو ده اللي انا عايزه، يقوم يدوله فرصه ان هو يحسن في نفس برضو السنه بعديها. مثلا امتحانات التانية بتبقى بعديها بشهر في نفس السنه برضو.
فيجي يخش الامتحانات تاني في المواد اللي هو عايزها ويحسن فيها، ولو جاب مجموع اعلى بيتحسب له بقى المجموع الاعلى، لو جاب اقل مش عارفه بقى بيتحسب له اللي هو الاساسي بتاعه ولا بينزلوه. متهيألي لا، بيحسبوا له اللي هو كان جايبه، يعني الاعلى ايهما اعلى فيهم تقريبا كده، مش فاكره بصراحه. مش فاكره لان انا ما كنتش في النظام ده، فما مش فاكره حقيقي. لكن لو انا كنت في النظام ده ساعتها كنت هبقى فاهمه يعني. فطبعا الثانويه دي عدت على مراحل وعلى تغييرات وعلى حاجات ومحتاجات كتير جدا جدا على مدار السنين. وطبعا كان في بقى الثانويه اللي هي العاديه، الثانويه العامه اللي هي كانت سنه واحده، دي بقى بتاعت جيل السبعينات، وما اعتقدش جيل الثمانينات، لا جيل السبعينات والستينات وما قبلهم. لكن جيل الثمانينات كله بقى تلاقي فيه اللي دخل تحسين، اللي دخل زي ما انا بقول لكم كده نقسم السنه على سنتين، مرورا بقى بالتابلت بقى، وزي ما انتم عارفين الاحداث الاخيره دي والبابل شيت ومش عارف ايه والكلام اللي انتم شايفينه ده كله بيحصل. بس انا في نظري والله ما كان في احلى من الثانويه اللي هي بتاعتنا احنا، اللي هي بتتقسم على سنتين. اللي هو بص المواد انت بتاخدي المواد بتاعتك على سنتين، فدي كانت جميله جدا جدا. حتى لو الطالب جاء في مثلا في سنه تانية يعني المعدل بتاعه ما كانش حلو قوي، فبيشد حلو في سنه تالتة. يعني انا اعرف واحده صاحبتي توتو دي، لو انتوا تسمعوا عنها يعني، لو انتوا تعرفوها، كانت جايبه في سنه تانية 60%، او يا رب حاجه و50، مجموع ضعيف خالص. جت شدت حيلها في سنه تالتة وجابت حاجه و80 او 90. فجاء ايه، راحوا جمعوا لها 90 مع 60 بقى كام، 150 او 90 مع 55 حاجه زي كده يعني. فجت في النهايه مجموع السنتين بقت زي كده، ودخلنا احنا الاثنين حقوق مع بعض يعني. في مجموع السنتين بقى كام، 75 74 حاجه زي كده في الحدود دي. فهي كانت بصراحه احسن حاجه حته التقسيم دي. وعايزه اقول لكم ما طولتش كتير المرحله بتاعه التقسيم دي، ما طولتش تقريبا، كنا احنا دفعه وقبلينا وبعدينا مره وخلاص على كده يعني. قعدت بتاع سنتين 3 وخلاص على كده، ما كملوش فيها يعني. مش عارفه ليه بصراحه، مش فاهمه. وبرضو بتاعه التحسين دي هي كانت هي سنه او سنتين، بيجربوا في العيال يعني، من الاخر كده بيجربوا فينا. لكن هي لا، احسن حاجه بصراحه، احسن نظام اللي هو ان هو يبقى على سنتين او او القديمه خالص بقى، اللي هو النظام القديم خالص خالص خالص، اللي هو الكتاب معروف. انت الطالب بيذاكر، بيخش يذاكر المنهج، بيخش الامتحان يلاقي الحاجه اللي ذاكرها في المنهج. لكن طبعا اللي بيحصل دلوقتي حاجه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله. اللي هو يا عيني العيال تفضل تذاكر طول السنه، تخش الامتحان تلاقي حاجه تانية خالص مختلفه، حاجه مختلفه عن اللي ذاكرتهم تماما. فبيبقى عايز الطالب اللي هو ايه، العبقري، الاب نورمال يعني، غير طبيعي بس بالايجاب يعني مش بالسلب. الله المستعان بقى، ربنا يعديها علينا جميعا يا رب. وادعوا لنا لان خلاص فاضل حاجات بسيطه خالص تفصلنا عن النتيجه الثانويه الازهريه. مش عارفه والله اقول ايه. ربنا يعيننا ويقوينا ويفرحنا جميعا يا رب. ايام صعبه والله العظيم، مهما احكي لكم مهما اقول، لا ايام صعبه جدا. اليومين اللي احنا فيهم دول على ما النتيجه تظهر كده ونطمن على العيال، لا يومين صعبين جدا. اللي هو الواحد بص هيفضل قاعد كده مش عاوز يعمل اي حاجه خالص لحد ما يطمن على عياله يعني. فيلا خير ان شاء الله يا جماعه، خير 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 خير، اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله. طبعا مش هنبطل، ادي احنا شغالين، ادي احنا شغالين لحد ما النتيجه تظهر. ويوم النتيجه ان شاء الله هحاول مش اكيد يعني، هحاول اصور لكم مقتطفات كده من الاحداث، بس مش اكيد يعني، مش عارفه هعرف ولا لا، بس هحاول يعني. يا مسهل الحال يا رب، يا مسهل الحال. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.